الآباء والمربين في هذا الجانب كبير. ولا شك أيضا أن فاقد الشيء لا يعطيه. لذا فإن الأدب الحسن لا يختص بالأولاد فقط، والأدب الحسن لأولادنا يتعرض اليوم لهجمات كثيرة وشرسة ومؤثرة تقلل من فاعليته وتشارك معنا رغما عنا في تأديبهم وتربيتهم، بل وتفسد علينا بعض ما نبذله لهم من ذلك الأدب، فتمتد معاول الهدم من هنا وهناك، تحاول هدم ما تم بنيانه أو تقويضه. لذا فإن على المسلمين والمربين أن يتحلوا بالوعي الكامل تجاه ما يحصل، وأن يتكاتفوا في سبيل صد تلك